تأقلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد أحمد ودي حلقة من حلقات بودكاست تأقلم. حلقة النهاردة مختلفة شوية، يعني مش هاجي أقول لك بقى يعني إيه الرود ماب عشان تبدأ مجال كذا، أو هاجي أقول لك إزاي تبدأ في مجال كذا، ولكن المهارة اللي إحنا هنتكلم فيها هي مهمة جدا عشان تبدأ في أي مجال، مش مجال بعينه ولكن كل المجالات اللي إحنا ممكن نكون عاوزين ندخلها في المستقبل متوقفة بشكل كبير على المهارة دي، وهي مهارة الإنجليزي بالأخص. ولكن هنتكلم في حاجات تانية كتير مع ضيف حلقتنا النهاردة مستر عبد الله رمضان. حلقتنا برعاية جروث جيت، واللي بتعلن عن أول إيفنت ليها يوم الجمعة 23/8 في قاعة الحفلات بالمركز التعليمي المدني بالزمالك. ما تنساش بقى تحجز التيكت، واللي بالمناسبة هي فور فري. لو نفسك تدخل عالم التسويق بس مش لاقي مسار واضح ومش عارف تبدأ منين، دكان تسويق هنا علشانك. دكان تسويق مجتمع أكاديمي بيساعد الشباب الجامعيين وحديثي التخرج لدخول عالم التسويق، وده من خلال كورسز ووركشوبس وويبينارز في كل تخصصات التسويق بلا استثناء. دكان تسويق مش بيديك معلومات نظرية بس، هو بيخليك تعيش تجربة مختلفة وتطبق اللي اتعلمته وتشارك أفكارك مع ناس شبهك. دكان تسويق بيمهد البدايات ليك كمسوق مبدع. تابعهم دلوقتي على الفيسبوك من اللينك اللي في بايو الحلقة. أهلا بك يا صديقي. اهلا وسهلا صديقي، ايه الاخبار؟ كله فل الحمد لله، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله والله بخير الحمد لله، كل سنه وانت طيب. وانت طيب والصحه يا رب. احنا ما عرفناش عبد الله، فممكن عبد الله يعرفنا بنفسه. تمام. انا عبد الله رمضان، خريج كليه لغات ترجمه جامعه الازهر، 23 سنه. الحمد لله كان من بدايه الكليه يعني بدات ان انا اشتغل في سنه تانية انجلش انستراكتور. كنت دخلت في تيم، وبعد ما دخلت التيم ده كان شاف فيها حاجه كويسه، فبدات ان انا امسك هيد الانجلش بتاع التيم ده. بعد كده خلاص يعني سبت حته الانستراكتور للستودنت وهكذا، وبدات ان انا اشتغل ان انا ادرب الناس ان هم ازاي يبقوا انستراكتورز بقى. يعني خلاص بدات ان انا ادرب الناس ان هم يتعلموا لغه وهكذا. الحمد لله بدات ادرس بقى ازاي اصلا الميكانيزم بتاع الانستراكتور بتمشي ازاي والتافل وهكذا. وبعد كده بدات ان انا ادرب الناس انها تشتغل كانستراكتور يعني ويخشوا المجال وهكذا. ده كله كنت لسه في ثانيه جامعه يعني، فكنت الحمد لله. بعد كده الحمد لله دخلت مسابقه في البريتش كونسل تبع الامم المتحده، وتم اختيار ساعتها كان من ضمن 2500 واحد على مستوى مصر 5 ان احنا نسافر البرازيل واشتغل كانجلش انستراكتور هناك. كنت 20 سنه وقتها ان شاء الله. بعد كده بدات ان انا اخش بقى في مجال في مجال التريننج بقى، ان انا بدات ان انا ادرب الناس ازاي ان هم يعملوا تايم مانجمنت، ازاي ان هم يتكلموا قدام الناس اللي هو بابليك سبيكينج وهكذا. ازاي ان هم يعملوا بلاننج اصلا لحياتهم بناء طبعا على على تجربتي الشخصيه، ان انا عملت الحاجات دي كلها الحمد لله في سن صغير. ذن بدات ان انا اخش بقى في مجال تعليم الاجانب اللي هو العربي والقران والدراسات الاسلاميه وهكذا. ان هم لو حد قاعد بره مصر في امريكا او استراليا او كندا او بريطانيا وهكذا، محتاج ان هو يعلم اولاده بقى قران او عربي، او هو حابب يتعلم عربي او قران او هكذا، ببدا ان انا اشتغل معاه. الحمد لله كتب عني مقالات كتير وليها لقاءات كتير على صناعة البلد ودي ام سي والقناة الأولى والقناة الثانية وكذا قناة يعني. then بدأت بقى ان بدأت فكرة البابليك سبيكينج زي ما قلت. والحمد لله ليها توكس على تيد، لو تعرف تيد يعني. تيدكس اكيد. حضرت في جامعات كتير جدا يعني، اغلب جامعات مصر، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة هليوبلس، جامعة الازهر، جامعة امريكية. تم تكريمي برضه من السفاره الامريكيه الحمد لله. اشتغلت معاهم كانجلش انستراكتور هناك في السفاره، وكان تكريمي وقتها يعني كذا حاجه تانية بصراحه مش فاكر كتير يعني، بس الحمد لله انجازات كتيره ما شاء الله الحمد لله. بس انا لسه صغير، ربنا يديك الصحه يا رب. الحمد لله يعني. وفكره اصلا ان يعني ده كله توقف طبعا، انا لسه طالع من الجيش يعني، ده توقف سنه الجيش او سنه ونص بتوع الجيش دول كانوا فتره ستوب كده في حياتي يعني. حلو قوي الحمد لله. خليني اتكلم معاك بصراحه في حته الانجليزي بالذات. انا واحد عربي تمام، ولغتي العربيه جيد، وبلد مسلمه وبلد عربيه جيد، وغير كده كمان كلنا عرب وبنتكلم عرب جيد، واللغه العربيه هي لغه القران الكريم. نعم. ليه اتعلم انجليزي بقى؟ بص، هو الانجليزي فكره ان ده طبيعي يعني، فكره ان انت الانسان المفروض ان هو يبقى قوي في حته معينه، او ان انت تكون على ثغر معين. انت اصلا كشخص مسلم بعيدا عن اي حاجه، ان انت بتقف على ثغر، فالثغر ده انت بتبدا انت تدوس عليه. والمؤمن القوي خير واحب الله عز وجل من المؤمن الضعيف، ده من ناحيه دينيه. طيب احنا بنشوف مواطن القوه فين دلوقتي. مواطن القوه ان انا اقدر اواجه باللغه،
ان انا عشان خاطر محتاج ان انا اتعلم اللغه عشان لما اجي اخش مجال معين او اتعلم مجال معين تكون اللغه عندي كويسه، اقدر اخد كورسز من بره، اقدر ادرس من موقع كويس، اقدر ان انا اقوي نفسي في الحته دي كتكنيكال، وان هو يكون المعلومه عندي كويسه جدا. فدي الفكره من الحته دي، ان انت تكون قوي في كمسلم قوي. الحته الدنيويه بقى والحته العمليه، ان انت ما فيش مجال دلوقتي مش داخل في الانجليش باي ذا واي. يعني انت حتى لو حابب تتحنس لك مثلا تشتغل بالالماني، طيب ما انت عشان خاطر تشتغل بالالماني هيقول لك ان انت الانجليزي برضه عندك يبقى كويس طبعا. يعني على الاقل مثلا يبقى B2. انت عشان تشتغل بالالماني محتاج ان انت الانجليزي بتاعك يبقى B2. طيب انا اتعلم انجليزي الاول وبعد كده ابدا اخش على باقي اللغات. ده المفروض، لان اي مجال حاليا عشان خاطر تبقى قوي فيه تبقى الدنيا معاك فيه كويسه تبدا تتعلم انجليزي على الاقل، حتى لو انت مش هتستخدمه في المجال بس تقدر تتعلم من مصادر كويسه، يكون الموضوع بالنسبه لك الطف بكتير جدا. يعني فكره برضه الشغل، ان انا مثلا لو انا معايا لغه ببدا اشتغل في حاجه معينه، انا اقل حاجه المرتب يبقى الضعف طبعا. يعني انا بشتغل كول سنتر مثلا عربي، فانت تشتغل 3000 جنيه ولا حاجه. لو انت اشتغل بالانجلش فانت ممكن تخش في 9 10 وهكذا. والالماني ما شاء الله بوصل ل 20 دلوقتي بالظبط. فهذا هو يعني. حلو. طيب مش هقدر اعدي مرحله الثانويه اللي هي المرحله اللي كلنا بنخاف منها. يعني ممكن اي حد بيسمعنا ممكن يكون اصلا انت في ثانوي، خلي بالك يعني ممكن تكون انت اصلا عندك امتحانات وبتسمعنا عادي. بالظبط. فعديت بالمرحله دي ازاي، وخاصه ثالثه ثانوي او مجموعه عمل، يعني الصدمه بتاعته استقبلتها ازاي؟ بص، هو مش فكره صدمه قوي، لان هو كان في بعض العوامل اثرت عليها بشكل كبير في الثانوي. يعني انا جبت مش فاكر 91.5 حاجه زي كده. الموضوع كان بالنسبه لي دخلت كليه علوم، فطبعا علوم كان بالنسبه لي صعبه جدا. يعني مش فكره صعبه في المنهج، فكره صعبه في الوقت. انا كحد محتاج ان انا يكون عندي وقت فراغ شويه، عشان كان طبعا بعد الثانوي خلاص انا بقى عندي جولز. انا كان نفسي اخش صيدله بصراحه. يعني كان صيدله كانت بالنسبه لي كانت one of my dreams يعني. بس الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا اختار الصالح، وانا بحمد ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي ان انا ما دخلت الصيدله او ان انا سبت علوم. كان في ناس كتير جدا قال لك بقى انت ما تخش علوم ما تكملش في علوم وهكذا، لكن طبعا الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى بيختار الخير يعني. المهم دخلت كليه علوم، قعدت فيها اسبوعين. وكنت بروح من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 7 بالليل، اللي هو شيفت من السبت لحد الخميس. طيب انا الموضوع بالنسبه لي ده انا مش محتاج فالموضوع صعب جدا يعني. المهم رحت كليه لغه الترجمه، الحمد لله الدنيا بقت تمشي. ففكره الصدمه في الاول طبعا كنت الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي، يعني ان انت طبعا بتودع حلم كبير جدا كان بالنسبه لك وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيوديك اللي بيخليك ان انت تخش في حته تانية خالص انت ما كنتش واخد بالك منها وما كنتش عامل حسابك عليها، لكن سبحان الله الامور بتتيسر يعني. فهو الموضوع كان في الاول كان صدمه فعلا، والموضوع كان صعب، وكنت تعبت حوالي شهرين كده مش بكلم حد ولا اي حاجه خالص. بعد كده بقى في ناس اصدقاء يعني بدأوا يقعدوا معايا بقى، واللي هو يثبتوني يعني. برضه الانسان فذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين، حتى لو انا كنت اعرف الكلام ده، لكن الاصدقاء برضه بقى لهم دور كبير جدا. محتاج حد يذكرك او ان هو يقول لك انت كنت بتقول لحد الفلاني كذا، طب انت كنت بتتكلم في الكلام ده. فبدات بقى الامور تمشي بقى خلاص، بدات ان انا اخش الكليه واندمج. طبعا كنت داخل متاخر، فالموضوع كان بالنسبه لي رخم يعني. يمكن اول محاضره انا فاكر ان انا ما كنتش عارف اي حاجه. انت ليه اخترت ترجمه اصلا؟ يعني كان في عندك كليات تانية؟ كان عندي كليات تانية، بس فكره لغات ترجمه حسيت ان انا كنت عايز اعمل فلوس بدري اصلا. اللي هو بقى عايز اشتغل بدري واعمل فلوس بدري عشان اتجوز بدري. فالحمد لله يعني ده كان برضه كان هدف من ضمن الاهداف يعني. بس الهدف الاساسي بتاعي ان انا كنت محتاج اعمل فلوس بدري وان انا اشتغل بدري بقى، والموضوع يبقى بالنسبه لي كويس. حلو. طيب والمجال اللي هو شائع حاليا يعني، في المجال اقدر ان انا انطلق فيه. مع ان انا كانت اللغه الانجليزيه كان اللغه الاكاديميه خالص، كان الشغل عادي خالص، لكن وما كنتش عارف بقى ان في حاجه اسمها مهارات لغه اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده يعني. مش عارف بقى ان في حاجه اسمها مهارات لغه، وان انت ممكن تشتغل بره، انك ممكن تشتغل مترجم. وطبعا تنوع المجالات برضه بتاع الكليه، انا اقدر اشتغل مترجم، اقدر اشتغل انستراكتور، اقدر اشتغل بره، اقدر اشتغل مدقق لغوي، حاجات كتير جدا. مجرد ان انت معاك اللغه ممكن تخش مجال تاني، ابدا ان انا اظبط السكلايه بتاعه المجال التاني. يعني مش معنى ان انا معايا لغه ان انا بتكلم انجليزي كويس انا اقدر اشتغل بيه برضه. يعني في سكيلات، في مهاره مثلا مهاره الليسننج، مهاره السبيكينج، في مهاره ان انا اقدر اوصل الانفو للناس. يعني ممكن واحد يكون معاه لغه كويسه جدا بس ما يقدرش ان هو يوصل انفو. ممكن يكون واحد معاه لغه كويسه جدا بس ما يقدرش ان هو يتعامل اصلا مع الديفرنت ليفلز بتاعه الستودنتس وهكذا. فتبدا ان انت ممكن واحد يكون معاه لغه كويسه بس مش العربي بتاعه مش كويس. يعني لو انا معايا لغه كويسه انجليزي والعربي بتاعه مش كويس ما اقدرش اشتغل مترجم. صعب بالزبط. جدا.
هتبقى عندك كده ركاكه لغويه في الموضوع، وهكذا بقى. فبتبدا انت ايه تشتغل الموضوع. فالفكره السبب الاولاني ان انا كنت محتاج ان انا اعمل فلوس بدري والموضوع يبقى معايا كويس وابدا ان انا انطلق. ثانيا ايه تنوع المجالات بقى. ان انا ده كان سنه كام تقريبا؟ ده كان 2018. ما كانش لسه حدث الفريلانس طلعت بقى. ما كانش بقى كان الموضوع صعب شويه يعني. ما كانت طلعت بس كانت قليله. وخصوصا ان انا طالع من بيئه ايه، من بيئه ازهريه شويه. فانت عارف البيئه الازهريه بتبقى منغلقه شويه يعني. فكره برضه ان انا ايه مش منفتح قوي. فما كنتش اعرف. انا اللي حصل كله ان انا حضرت ايفنت واحد في حياتي. كان في جريك كامبس وقتها. بعدها يعني المره الثانيه اللي دخلت فيها جريك كامبس كنت انا سبيكر الحمد لله. في الجامعه ايه؟ لو انت في الجامعه اولى جامعه كنت دخلت ده وقتها يعني. كنت بعد ما حولت لغات ترجمه على طول قابلت مش عارف والله قابلت مين، بس مش فاكر اسمه بالظبط. بس قال ايه ان في ايفنت في الجريك كامبس. طب ايه هو الايفنت اصلا من الجريك كامبس ده؟ مع ان هو جنبي يعني انا ساكن في مهندسين فهو جنبي على طول. بس انا ما اعرفش يعني عشان برضو ايه زي ما قلت لك البيئه كانت منغلقه شويه. فالموضوع كان مش عارف اي حاجه. رحت ساعتها لقيت ناس زي مثلا عمر عبد الرحيم، احمد ابو زيد، الناس دي كلها كان انا ما اعرفهمش برضه وقتها اصلا. كانوا عتاوله وقتها. بس انا ما اعرفهمش فعلا. انا فعلا ما كنتش عارف اي حد فيهم لان زي ما قلت لك ايه فكره البيئه يعني. جبت ساعتها نوتة. وده طبعا الكلام اللي بقوله لكل الناس ان هو انت مش مهم انت بتحضر قد ايه، مش مهم انت بتسمع قد ايه، ومش مهم انت تتنطط هنا وتتنطط هنا وتتنطط يعني. مثلا في ايفنتس كتيره جدا هو كل ايفنت لازم يروح طبعا عشان خاطر اقابل فلان واقابل فلان واقابل فلان. يا عم انا بقول لك الفكره مش في ان انت تقابل فلان او تقابل فلان او تقابل فلان. الفكره ان انا اخد الكلام ده واطبقه. يعني انا اخد الكلام ابدا ان انا اطبق فيه. تمام. بدات ان انت تطبق خلاص هتبدا الموضوع يبقى معاك كويس جدا. فانا فاكر وقتها لحد دلوقتي النوتة دي موجوده معايا. النوتة دي موجوده عندي في البيت. كان ساعتها ايفنت كان حاضر فيه ناس كتيره جدا في كذا مجال. كان احمد زكي كان بيتكلم فكره الفريلانسنج، كان عمر بحيم كان بيتكلم فكره الانجليش، كان حد بيتكلم عن التايم مانجمنت وهكذا. كل الناس دي لما رحت الجريك كامبس الثاني مره كنت انا سبيكر معاهم على نفس الستيج. الحمد لله كنت لسه 19 سنه ان شاء الله. فالحمد لله رب العالمين يعني. المهم نرجع برضه فكره النوتة. فقلت كل واحد قال حرف انا كتبته بالحرف وقتها. انا برضه مش عارف الموضوع ما كانش دماغي ما كانتش من مستوى النضج المعين ان انا اقدر ايه انتقل كلام يعني. طب ده جبته منين يعني مثلا لما اروح ايفنت انا كخالد اول ايفنت حضرته كنت رايح مع حد صاحبي وكنت في ديله زي ما بنقول ما اتحركتش. انا قاعد جنبه بشوف الشخص ده بيتكلم. ممكن ما اكونش فاكر اسماء الاشخاص لسه لحد الان، بس بعد فتره انت كده بتعرف لان اشتغلت معاهم وشفت الحاجات بتاعتهم. بس انت ازاي قدرت اصلا تاخد نوت معاك يعني؟ انت الحاجه دي جات لك هم ساعتها وزعوا علينا نوت بصراحه. حلو يعني خلينا ايه نشجع يعني الناس اللي بتحضر ايفنت ان انت تاخد. انا من وقتها انا عندي نوتس كتيره جدا يعني. حتى في حياتي العمليه بعيدا عن اي حاجه بتحصل في يومي كده بدات ان انا فكره بقى الايه اللي هو ان انا بسجل اليوميات اللي هو فكره التدوين. التدوين ده مهم جدا. ليه بقى؟ لان الانسان دائما بيبقى جاحد يجحد نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليه. ان انا حصل لي حاجات كتيره جدا كويسه في اليوم، حصل لي حاجات كتيره جدا كويسه في حياتي، بس ممكن يحصل موقف صغير او حاجه معينه تخليني ان انا ايه احس ان انا لا انا حاسس ان انا مش تمام وان ليه يا رب يعني. فما انسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. يعني مش بقول لك ان انت ايه ربنا حتى قدر عليا رزق، ده ربنا اهان. فالموضوع صعب جدا يعني. بس فهي جت وقتها فكره النوت. ومن وقتها بدات ان انا ايه اعتمد على النوت بشكل كبير جدا في حياتي. فخدت كل واحد قال لي الكلام وبدات ان انا اشوف ايه المناسب معايا برضه. ما هو انا الكلام اللي انا ممكن ماشي معايا ما يمشيش معاك، لازم تعمل له في دماغك الاول. بدات ان انا اعمله ايه فلتر كده وابدا اظبط الدنيا دي كلها بس. وبدات انطلق بقى يعني. كان حد بيتكلم برضه عن البابليك سبيكينج وقتها. بدات ان انا اشوف ايه هو البابليك سبيكينج، اقدر ان انا اتكلم ازاي. بدات ان انا اخد كورسز يعني. هو كان بيدي التبس دي مش هتساعدني بقى يعني. هي هتساعدني تديني بس الطريق، تفتح لي كده ابواب. انما ان انا اخش بقى واشوف التبس دي وابقى تاني يوم بابليك سبيكر اكيد لا طبعا. نفس الحوار في الانجليش تبس وابدا ان انا ايه اكمل بقى الدنيا دي كلها. بعد اول ايفنت بس خلاص بدات بقى بعد اول ايفنت اشتغلت على الحاجات دي. وبدات كانت في نفس الوقت كنت انا شغال في مايت ليب يعني. كان في الوقت ده انا كنت شغال في مايت ليب. كنت انا بحب من النوع اللي بحب اعتمد على نفسي بشكل كويس يعني. الحمد لله احنا عندنا ظروف ماديه كويسه جدا في البيت. لكن فكره ايه انا متربى على كده. انا في ابتدائي كنت بحضر الامتحانات وبقوم ماشي مع بابا على القاهره نبدا ان احنا ايه اشتغل معاه في المحل وابدا اجيب فلوس يعني. وفتره الاجازه اخد الفلوس وابدا ان انا اصرف على نفسي في الايه في الابتدائي. طبعا كان جزء صغير يعني اكيد بس ايه الاعتماديه السلف ديسيبلين بقى اللي انا بقدر ان انا اعتمد على نفسي بشكل كويس.
بس بعد كده اشتغل في المقله دي، كنت شغال فيها في اولى جامعه. كنت راح حضرت الايفنت ورجعت على الشغل عادي مش اي مشكله، وبدات ان انا اخد اشوف بقى انا رايح فين وجايه منين. في وقت الشغل كنت برص ثلاجات واخلص ورص الكراتين واخلص الدنيا دي كلها، وكان بيبقى معايا مثلا ساعتين 3 فاضيين ابدا ان انا اذاكر فيهم بقى، اجيب كتب بقى وابدا ان انا اراجع الدنيا رايحه فين وجايه منين. دخلت بعد كده اشتغلت في شركه، ده كان اول مرتب بقى في حياتي اشتغل في شركه كول سنتر بالانجلش بقى، ده كان اول شغل بالانجلش ليا. لحظه بس، كل ده وانت لسه في ثانيه كليه؟ ده انا في ثانيه كليه. انا في اولى جامعه انا خدتها كمرحله بناء. تمام. بس كنت ضاغط على نفسي جدا. حلو. يعني انا يعني وقتها انا دلوقتي ممكن اثر عليا ممكن صحيا شويه، بس هي كده انا ما كنتش فاهم. يعني ما كنتش بقدر ان انا اعمل بالانس في الطاقه بتاعتي. انا كنت ضاغط نفسي بشكل كبير. يعني انا افتكر ان انا قعدت شهرين انام 4 ساعات فقط. كان عندي شغل 12 ساعه في المقله، كنت بخلصه واطلع تريننج 8 ساعات. مش صلاح بالمجد مبسوط منك جدا بسم الله 4 ساعات دول. لا انا بقول لك ان هو مش صح. اكيد لا اكيد صعب جدا. أكيد. يعني انا بقول لك هو اثر عليا صحيا بعد كده، لكن انا ما كنتش فاهم. انا كنت فاكر ان انا في مرحله بناء، فلازم ابذل قصارى جهد في الحته دي. اي نعم هو وصلني اسرع طبعا، وصلنا اسرع كتير من الناس حواليا. وبرضه فكره الكورونا، وقت الكورونا برضه انا فرق معايا جدا. يعني فكره الكورونا الناس كلها كانت بتبقى قاعده تترول على بعض ومش عارف ايه، والناس بتموت والناس انا بمسك ده وبمسك ده. يعني انا فتره الكورونا انا كنت قاعد على اللابتوب بتاعي، ما كانش حد بيطلع، لا كان حد بيروح لحد قاعد على اللابتوب بتاعي والتليفون بذاكر فقط لا غير، باخد كورسز بس. انا اذكر ان انا اخدت حوالي 60 كورس في الفتره بتاعت الكورونا دي، وقرات كتب كتيره جدا. فده انا عبد الله قبل الكورونا حاجه وبعد الكورونا حاجه تانية خالص. جبت الانضباط ده منين برضه؟ يعني انا ذات نفسي كواحد او اي حد بيسمعنا كطالب، انا عايز اكسر الدنيا، اجيب حته الالتزام دي منين؟ بص، حته الالتزام دي ما بتبداش معاك من يوم وليله. حلو. يعني انا مثلا حد بنام 16 ساعه، انا كنت بنام 16 ساعه حوالي 15 ساعه. طب انا عشان خاطر انزل ال 15 ساعه دي ل 6 ساعات او 7 ساعات اعمل ايه؟ هل هاجي اصحى الصبح واقول والله يا جماعه انا هنام النهارده 8 ساعات؟ وده بيحصل. شفت ناس مثلا يقول لك يوم 31 12 2022 يقول لك بهجه التاني خالص. أيوة انا من 1/1/2023 انا ما فيش حد مني، ويوم بقى قافل كل التطبيقات بتاعت السوشيال ميديا وانا اوف لاين يا جماعه. يا عم حد عارفك اصلا؟ انت مش حد عارفك غير ابوك. محدش يبعت لي بعد محدش يبعت مش عارف ايه. وانا ولو صباع رجله الصغير اتخبط في الباب يجي يقول لك شيل عينكم من حياتي. يا عم والله ما حد فاضيلك. يعني هو فعلا ما حدش فاضل حد. هي دي فعلا حقيقه. يعني احنا اغلب الشباب او اغلب بسبب البيرسونال براند الصراحه يعني شايف ان الحته دي بقت كبيره قوي. يعني الناس بقت تحسها كده كل واحد عامل ان هو الجامد وان هو مفيش منه اتنين. ممكن انا بدعمك وبحبك جدا وبحب اشوف مقالاتك وبحب اسمعك وي بس بيجي في وقت من الاوقات انا خلاص يعني مش لدرجه اللي انت عمال تعمله ده. وبحسها في ناس فيك. يعني في ناس هو مفيش حد بيظهر اوقات الضعف. يعني انا كعبد الله بحب اظهر اوقات الضعف اكتر من اوقات الانضباط، لان ده طبيعي. انا بطلع اقول مثلا يا جماعه انا تعبان، فعلا في اوقات بيجي عليا ببقى تعبان جدا، انا مش قادر اشتغل، وابعت للناس، ابعت للشركه يا جماعه انا مش قادر، ما بقى وحش، انا ما عنديش طاقه والطاقه بتاعتي حاسه ان هي مش احسن حاجه، ما بقى وحش. الانضباط ده بقى جاي من كده، جاي من فكره ان انا كنت بنام مثلا 15 ساعه. طب انا عشان انزل 15 ساعه دول ل6 7 ساعات اعمل ايه؟ كنت كل يوم انا اتكونت ازاي. طب 15 ساعه، هل انا من يوم وليله نمت 15 ساعه؟ اكيد لا. ساعه في نص ساعه زياده، في ساعه الا ربع زياده، في فضاء، في كده فهكذا. في كتاب الباور اوف هابيت، قوه العادات، هو بيتكلم في الفكره دي. بيتكلم في فكره ان عشان خاطر عاده او ان انت تعمل اكشن معين، الاكشن ده بيبقى وراه اكشن او بيبقى وراه ظروف معينه، فانت بتحاول تلعب على الظروف دي عشان تبدا تغير العاده دي. حلو قوي. ففكره زي ما قلت ان قوه العادات باور اوف هابيت بيقول لك ان عشان خاطر تعمل عاده معينه او عاده معينه حصلت بيبقى وراها اكشن، تبدا تلعب على الاكشن ده عشان تغير العاده دي. تمام. طيب فشفت انت بتنام كتير ليه؟ ان انا مثلا ما وريش حاجه، ما عنديش هدف معين، حاسس ان انا باكل مثلا اكل مش كويس قبل ما انام، فبقى انت تشتغل على البوينتس دي. فعشان ابدا اكسر العادات دي ربع ساعه بس، قل ربع ساعه. انا من النهارده 14 ساعه و45 دقيقه، بكره انام 14 ساعه ونص، بعد انام 14 ساعه وربع، بعد انام 14 ساعه، بعد كده انام 14 ساعه الا ربع، وهكذا. ابدا اكسر الموضوع ده. نفس الحوار في حوار التليفون.
انت المفروض بتبدا تعمل تراكنج لحياتك. without التراكنج ده مش هتقدر يحصل عندك سيلف ديسيبلين، الانضباط. انت قصدك ما تقطعش الحاجه مره واحده، حاول تجيبها واحده واحده يعني. لان هو طبيعي الانسان ضعيف. يعني دائما الانسان الانسان ضعيف قدام المغريات قدام الشهوات. وفكره برضه الحياه فتحت علينا بشكل كبير، والسوشيال ميديا والتليفون. في يا جماعه ناس مبرمجين وناس مهندسين على مستوى عالي جدا قاعدين في اماكن كويسه جدا بيلعبوا ان هو يخليك تقعد اطول فتره ممكنه على التليفون. فانت العالم الغربي وصل لمرحله قويه جدا 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 في فهم النفس البشريه. كان في فيلم وثائقي بيتكلم في الحته دي على الفيسبوك بالظبط. كان بيتكلم في حته ازاي بيأثر عليك، وده قاعد وده والذكاء الاصطناعي كان لسه داخل في الموضوع، فكان الموضوع صعب جدا. فانت بقى بدماغك اللي قد كده تقدر يعني شوف كام واحد بيلعب على دماغك. فانا اعمل ايه؟ انا يعني اعترف بضعف وابدا ان انا اكسر الدنيا بسيط ببسيط. حلو. ودائما ان انت ربنا سبحانه وتعالى ان هو انت لما بتسعى في حاجه معينه انت بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في ظهرك يعني. طبعا. يعني من اتاني حتى في فكره الدين اللي هو من اتاني يمشي اتيته هرول وهكذا يعني. فاهم؟ فده في الامر. فانا عشان خاطر اكسر الدنيا دي اروح فين؟ او عشان خاطر يبدا عندي سيلف ديسيبلين ابدا لو هبني حاجه ابنيها بسيط، ولو هكسر حاجه اكسرها بسيط. حلو. ما اقولش ان انا من بكره زي ما قلت الناس بتيجي في يوم تحت 12 يقول لك انا من بكره حد جامد جدا، هو بالظبط يوم يومين وخلاص. طيب هل انا عشان اروح الجيم 7 ساعات في اليوم ولا كل يوم ولا 7 ايام في الاسبوع كل يوم ساعه؟ 7 ايام في الاسبوع كل يوم ساعه احسن. يبقى الموضوع بالنسبه لي كويس ويبدا يبني عند العاده على مدى البعيد. مظبوط جدا. يعني احنا لو جينا نعمل اسقاط على الحاجه دي، مش اسقاط يعني، احنا ممكن بنتكلم في قوه العادات لان اي حد ممكن يقراها، بس ده اصلا موجود في ديننا عموما يعني. بالظبط. كمسلمين عايز تبقى مثلا مواظب على عباده معينه، ما تجيبهاش كلها يعني، ما تروحش تصلي قيام الليل 20 ركعه لا، ابدا بحاجه بسيطه، ابدا بركعه ب3 وانت ماشي واحده واحده يعني. فده حتى كدينيا موجود. هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قليل دائم خير من كثير منقطع. طبعا. يعني هذا هو يعني هو فكره ان انا القله الحته حتى لو صغيره استمرت معايا الموضوع بيبقى كويس جدا. حلو. لو بصيت لاي حد نجح في العالم هتلاقي عنده حاجتين مهمين جدا، فكره تنظيم الوقت وفكره الاستمراريه. حلو. التايم مانجمنت والكونسستنسي. اقرا في اي سيره ذاتيه بتاع اي حد هتلاقي فكره الحتتين دول. طيب الحتتين دول هيتكونوا ازاي؟ الاستمراريه هتتكون ازاي؟ هل عشان خاطر استمر لازم انظم وقت كويس؟ طبعا. ومن دوت الاستمرار وعشان خاطر انظم وقت كويس لازم ان انا اشتغل على التراكنج في حياتي، وابدا ان انا اظبط العادات، عاده معينه ورا عاده معينه ورا عاده معينه، وابدا ابني العادات كويس واشوف وقت لكل حاجه. طب اشوف وقت لكل حاجه هعمل ايه؟ ابدا اقسم بقى اقسم المجهود بتاعي واقسم التاسكس وحاجه كده. دي حاجه تنقلنا برضو للممارسه. يعني الانجليزي معلش برضه اعذرني برضه انا ممكن اكون منحاش شويه للغه العربيه. نعم. لا وانا لسه بادئ اتعلم انجليزي بالفعل. نعم. ففي مشكله ممكن تكون بتواجهنا. انا باخد كورسات مثلا على كورسيرا، فديت حاجه بالانجليزي. بتاخد نفس المحتوى. هو طبعا المحتوى الاجنبي بصراحه يعني لا يعلى عليه في حته الكونتنت والحاجات دي كلها، بس بشكل اخص انا باجي مثلا بسمع حاجه بالعربي فانا بفهمها جدا وبتخش الدماغ بشكل مبسط وسهل جدا. نعم. على عكس مثلا المحتوى الاجنبي، حتى لو انت عارف المحتوى وبتجيب الترجمه تحت كده عربي، بس الحاجه ما بتوصلش. هل ده سببه ايه؟ ممكن مثلا انا مش جيد في اللغه، ولا ده اصلا على حسب اللغه بتاعتك نفسها الاساسيه؟ انت فكره ان انت بتقول ان الترجمه لو انا شفت الترجمه المعنى مش بيوصل لي بنفس الجوده بتاعت اللغه نفسها. وحتى لو انت مثلا واخد بعض المصطلحات انت عارفها بالفعل بس ما بتقدرش تلينك ما بينها وما بين الشخص اللي بيتكلم. ما ده طبيعي يعني، ده مش لغتك الام. يعني احنا مثلا فكره ان انت عشان خاطر اللغه دي مش لغتك الام فبيحصل عندك دماغك كنظام ترجمه. ان هو بيبدا يترجم من العربي للانجليزي، من الانجليزي للعربي. طيب عشان اتخلص من الفكره دي اعمل ايه؟ ابدا انا امارس كتير، اسمع كتير جدا. يعني لسن كتير 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 مره واثنين وثلاثه واربعه، واحاول ان انا اسمع حاجات without subtitle واسمع حاجات بالسبتايتل، واحاول ان انا اجيب البوينت دي، احاول ان انا اجيب السنتنسز، اشوف الكلمه دي عامله كده عامله ايه هنا، واشوف الاكسبريشن ده هنا، واشوف السنتنس ده هنا، وهكذا. وابدا ان انا النك بقى بين الحاجات دي. فعشان خاطر اكسر فكره ان انا احاول اترجم من عربي لانجليزي ومن انجليش لعربي، اشتغل على سورس انجلش. حتى فكره الليرنينج اصلا اشتغل على سورس انجلش، ما اشتغلش على سورس انجلش عربي. عشان بعد كده مع الوقت الموضوع هيبقى صعب في الاول شويه. انا ببحث عن وورد مثلا، ببحث عن وورد في انجلش ديكشنري، ابحث عنها في قاموس انجلش.
اشوف الديسكربشن بتاعها واشوف الاكزامبل وهكذا، وابدا ان انا اكمل بنفس التراكنج كده في فكره الليرنينج. حلو قوي. عشان نتغلب على الفكره على المشكله اللي انت بتقابلها دي بعدين. يعني المشكله دي اصلا لها حل؟ ايوه لها حل طبعا. زي ما بقول لك ان انت بتشتغل من سورس انجلش في الاول بيبقى بسيط تبني عندك مهاره ان انت تخلي الانبوت انجلش، تعود عقلك اللاواعي ان انا المستقبلات بالانجلش. حلو. فلما اجي اعمل اخراج الموضوع يبقى بالنسبه لي كويس جدا، وتبقى دماغي تبدا تستوعب يعني. عظيم جدا. انت بدات في الانجليزي كمحتوى بقى، ولا انت تشتغل على نفسك ككورسات من اول من اولى جامعه؟ حلو قوي. انا كواحد بقى مش في لغات وترجمه، ولا ده اصلا المجال بتاعي، ولا ولا اعرف اي حاجه عن لغات وترجمه، بس رحت اقدم في شغل وانا في ثانيه في ثالثه كليه، مطلوب مني انجليزي، اعمل لي السي في بالانجليزي. بسم الله ما شاء الله، الغلطات الاملائيه بتودي ناس في داهيه، مع انه ممكن يكون شاطر جدا بس بتوديه في داهيه. اقدر ابدا منين بقى اتعلم انجليزي صح؟ بص اصلا اولا انت ما ينفعش ان تبدا حاجه من غير ما تعرف المستوى بتاعك في الحاجه عامل ازاي. حلو. يعني حدد مستواي. يعني اول حاجه كده اللي هو انا احدد ليفل معين. تمام. طيب انا ينفع اقول مصادر عادي؟ طبعا. تمام. المصادر اللي اقولها كلها النهارده هي مصادر فور فري، كل حاجه هتبقى فور فري، فمفيش اي مشكله خالص. تبدا ان انت تشتغل منها يعني. ما ينفعش فكره الليرنينج اصلا نفسه، ما ينفعش ابدا اتعلم اي حاجه في العالم كله من غير ما اعرف المستوى بتاعي في الحاجه، المستوى بتاعي في الحاجه دي عامل ازاي. طب يعني خلينا برضو نكون واضحين اكتر، اعرف ازاي مستواي عامل ازاي منين؟ ماشي. في اب اسمه انجلش سكور، ده تبع البريتش كونسل. حلو. تبع المعهد البريطاني. الانجلش سكور ده هتخش على بلاي ستور او اب ستور لو انت ايفون او هكذا. الموضوع بالنسبه لك كويس، هتخش على اللينك او هتنزل الاب، تبدا انت تخش عليه تحدد مستواك. طيب انا ليه بقول لك الاب ده؟ لان انت لو دخلت على جوجل هيقابلك مشكله كبيره جدا، ان انت مش هتحدد مستواك بشكل كويس. يعني انا لو دخلت كده قلت بليسمنت بس عايز احدد مستواي، هيجيب لك حاجات كلها هي جرامر وفوكابس. حلو. قواعد وكلمات. طيب انا لو جبت الواحد شيت جرامر دلوقتي او جبت الواحد شيت فوكاب هيحله كويس جدا، مفيش اي مشكله. طب تعالى اتكلم بقى او اسمعك حاجه بالانجلش، الموضوع بالنسبه لك صعب. ممكن تفهم السمع لكن ما تعرفش تتكلم. بالظبط، ممكن ما تعرفش تتكلم. طيب الكويس في الاب ده ان هو بيقيس المهارات، بيقيس مهارات السمع، بيقيس مهارات الكلام، بيقيس مهارات الرايتنج، بيقيس مهارات القراءه، بيقيس المهارات كلها بتاعت الانجليش مع بعض، بيطلع فعلا المستوى بتاعك اقرب ما يمكن للصح يعني. حلو. بس فده كده اول حاجه، ده بسم الله الرحمن الرحيم ان انا احدد مستواي. طيب انا حددت مستواي مثلا، فطلع مستوى مثلا انا ما فيش خالص، ابدا كافضل حاجه حاليا دلوقتي كبدايه لو حد بادئ من اول خالص ممكن تشتغل من كورس ابراهيم عادل. حلو. مستر ابراهيم عادل دي امريكان انجلش. تمام. اي نعم ممكن الناس تقول لك ان هو ممل شويه، حاسس ان هو الموضوع بياخد وقت اطول، ده طبيعي. فكره الليرنينج يا جماعه او فكره الباث بتاع الليرنينج اصلا المفروض ان هو يمشي بالبطء ده. السوشيال ميديا، وان انا لو عاوز حاجه في ثانيه سكرول اب سكرول اب سكرول داون. زي انا زمان لو كنت محتاج اعرف معلومه كنت اعمل ايه؟ ادخل ادور على مصادر كتب بقى وفيديوز ومقالات من قبل الانترنت. كنت اعمل ايه؟ ده ليله تانية، كانت مشوار. كنت اروح المكتبه واشوف السكشن بتاع الكتاب ده عامل ايه، وافتح الكتاب واقرا الكتاب كله عشان ابحث عن معلومه واحده، اقرا معلومه واحده. فالموضوع كان بياخد مني وقت، فبالتالي مع الوقت ده او الوقت ده هو اللي بيخلي الموضوع بيخلي الموضوع بالنسبه لي كويس، بيخلي المعلومه تثبت في دماغي بشكل كبير، وان انا اوريدي متعود على متعود على ان انا عشان اتخطى اتعلم حاجه باخد على وقت. دلوقتي انا ببحث على جوجل في ثانيه واحده، عايز اتعلم 1 2 3 فتلاقي الحاجه قدامي. خلاص انا بقى اتعودت على السرعه، فباخد بطبق ده على الباث بتاع الليرنينج. ده مش موجود وده مش صح. وفكره برضه فكره التشتت بشكل كبير جدا، يعني التشتتات في حياتنا دلوقتي او التشتتات في المجالات خلت الدنيا خلت الدنيا صعبه جدا في الموضوع ده. حلو. يعني انت قصدك ان انت تاخد حاجه معينه او طريق معين وتكمل فيه. حلو. هيبقى طويل شويه مفيش مشكله، هياخد منك وقت شويه مفيش ادنى مشكله خالص. وانت اصلا لما حددت مستواك في الاول ده هيوفر عليك الوقت. حلو. يعني لما تيجي مثلا اقول لك انت مستواك متوسط مثلا، فمش هقول لك روح ابدا بابراهيم عادل، ده طبيعي، هقول لك روح في حته تانية. انت شايف ان مستر ابراهيم عادل في البدايه خالص كان كويس كتاسيس كده، ويبدا ان هو ياسس معاك الدنيا لحد ما تمشي، هتبقى الموضوع معاك كويس جدا. بعد كده تبدا ان انت تشوف بقى من المتوسط فما فوق او من تحت المتوسط فما فوق، تبدا ان احنا نشتغل بطرق تانية. طيب انا اعمل ايه بقى عشان خاطر اتعلم لغه؟ في عندنا مهارات، اولا عندنا 4 مهارات في اللغه: مهاره الليسننج، مهاره الرايتنج، مهاره الريدنج، ومهاره السبيكنج. الليسننج استماع،
قراءه كتابه وايه وتحدث. عظيم. طيب انا مشكلتنا ايه؟ بقى لنا 14 سنه بتعلم انجليزي بس مش بنعرف نتكلم. ايه المشكله؟ ان انا بعمل فوكس على 2، بعمل فوكس على القراءه، بعمل فوكس على الكتابه. تمام. مش بعمل فوكس بناخد كميه جرامر. ما هو ده داخل بيعتبر في يعني في فكره الانفو. انا بتكلم على السكيلات نفسها. تمام. ان انا بقرا بشوف انجلش بحاول ان انا اقراه وبكتب. بكتب بايدي كتير يعني. مش بشتغل على السبيكينج ولا بشتغل على الليسننج. انا بسمعش كتير. تمام. فدي بتسبب لي مشكله كبيره جدا. حلو. انا عشان خاطر ابدا برضه اتعلم حاجه مع المستوى بحدد انا عاوز اتعلم الحاجه دي ليه. فانا عشان اتعلم الحاجه اما اتعلم الانجليش هشتغل كول سنتر، غير لما اتعلم انجليش عشان اشتغل انستراكتور، غير لما اتعلم انجليش عشان اشتغل مترجم، غير لما اتعلم انجليش عشان اشتغل مدقق لغوي، غير لما اتعلم الانجليش عشان اشتغل فوري، وهكذا. غير لما اتعلم انجليش عشان تشتغل في مجال تاني اصلا خاص برياده الاعمال. بالظبط. فكل ما بتحدد الهدف بتاعك من تعلم الحاجه دي عامل ازاي، الموضوع بالنسبه لك احسن كتير جدا في فكره ان انت بتختصر الطريق وبتفوكس على السكيلات وهكذا. حلو. فانا عشان اشتغل كول سنتر محتاج اظبط الليسننج والسبيكنج، مش محتاج الرايتنج ولا الريدنج في حاجه. بشكل عشان اشتغل انستراكتور محتاج ان انا اشتغل على ايه؟ اشتغل على 4. فبتحدد مع مستواك، بتحدد انت عاوز تتعلم الحاجه دي ليه. فكرة اصلا انت عاوز تتعلم الحاجه دي ليه، ده في المجال بشكل عام، في اي حاجه بشكل عام بيساعدني ان انا ما اتشتتش. حلو. ان انا اقدر استمر. فتلاقي مثلا ايه، تلاقي واحد يجي يقول لك انا عبد الله كويس جدا في الانجليش. انا الحمد لله مش بتكلم انجليش بس، انا معايا انجليش واسباني وتركي، يعني معايا 3 لغات. فهو لما جيت الميثود او الكلام اللي انا هقوله النهارده انا طبقته في الايه، طبقته في ال3 لغات يعني. ما فيش في اي مشكله خالص. طيب انا شفت عبد الله مثلا كويس في اللغات، شفت خالد مثلا كويس في البي ار، شفت اميره كويسه في الاتش ار، شفت ندى كويسه في الماركتينج وهكذا. فانا عاوز اتعلم بي ار، عاوز اتعلم لغات. طب ما ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل في الموضوع ده ان انت مشتت. فهتخش في مجال اللغات هتقابلك مشاكل. مع الوقت هتلاقي نفسك ايه، خلاص انا بتقف ما بتكملش. تمام. هتخش في مجال البي ار، جس وات اللي هيحصل؟ هتقابلك مشاكل اكيد. تخش في مجال الماركتنج هتقابلك مشاكل. طب ايه الفرق بقى بين اللي محدد هو عاوز اصلا يتعلم لغات من الاول ليه، محدد هو عاوز يتعلم حاجه دي ليه ومستمر عليها، من اللي هو قادر يتنطط في كل حته شويه، شاف حد كويس في كذا فيقوم يتعلم الحاجه دي، شاف حد كويس في كذا فيروح يتعلم الحاجه دي، شاف حد كويس في كذا ويتعلم الحاجه دي. ان انا لما بيقابلني مشكله، انا كحد عاوز الحاجه دي فعلا، لما بيقابلني مشكله بحاول اشوف لها حل. حلو. هو بيحاول يشوف مجال تاني. يعني ما عندوش اصلا فكره القدره ان هو يقدر يحاول ايه، يشوف سولوشنز للمشاكل اللي بتقابله. لا هو بيقوم نطط على حته تانية. فطبعا ده جاس وات هيروح المجال التاني هيلاقي برضه مشاكل ويقدر بقى يقضي ايه تنططه كده. انا كنت سامع وانا جاي بودكاست في الحته دي، كان 8 تقريبا. كان بيتكلم عن حته ان انت التشتت بيوديك للاكتئاب والانعزال. بالظبط. ففعلا يعني انت لو قعدت تشتت نفسك في اكتر من مجال ممكن تلاقي نفسك مكتئب، مش عايز اقابل حد، مش عايز اكلم حد. فبتلاقي نفسك تخش في دايره اصلا مش حلوه بالنسبه لسنك وبالنسبه للطاقه اللي عندك في السن ده. هذا هو هي الفكره، ان انت لما الانسان بيبقى محدد فعلا وعاوز بيكمل في الحته اللي هو عاوز فيه، اللي هو عاوز يوصل فيها الحته كويسه، الموضوع معاه بيبقى كويس يعني. حلوة. احسن كتير جدا من فكره التشتت. يعني انا ادرك تماما ان التشتت كتير جدا حوالينا، وادرك تماما ان انت كل يوم في معطيات بتخش دماغك، بتبدا تغير حاجات في نضجك، تغير حاجات في ادراكك للاشياء وهكذا. لكن انا كشخص واعي انا مش مسير، انا يعني ما فيش بخليش حد يسيطر على ايه، على دماغه، على عقل اللاواعي. اوصل لمرحله من النضج الفكري اللي تخليني اكمل في الحاجه اللي انا عاوزها وتخليني اقدر اختار الطريق بتاعي بمزاجي. عظيم قوي. حددت خلاص والدنيا زي الفل. تمام. واشتغل على 4 مهارات. حددنا بقى المستوى وحددنا انا عاوز اعمل ده ليه. تمام. ابدا اشتغل على المهارات، ابدا ان انا اسمع كويس مره واثنين وثلاثه اربعه. احنا الاول حددنا ايه، حددنا المستوى. هتخش على عمك يوتيوب هتقول لي عم reading practice for beginner مثلا، reading practice for intermediate المستوى المتوسط وهكذا. بيطلع لك فيديوز كده، الفيديوز دي بيبقى فيها قطع وناس بتقرا، بتسمع مره واثنين وثلاثه واربعه من قبل ما تشوف، وتبقى بعد كده انت تردد وراه، وبعد كده انت تبدا ايه، تحاول تكتب، تسمع وتكتب، تسمع وتكتب لحد ما توصل لاقل عدد مفقود من الكلمات.
حلو. لحد ما اوصل لاعلى عدد مفقود من اكسبريشنز. كل ده قبل لما اصلا اخش على الكلمات نفسها او احفظ قبل ما تخش اصلا على الوردز. يعني انت دلوقتي بتسمع، هو الفيديو موجود قدامك والقطعه موجوده وحد بيقرا، فانت بتسمع ما بتقراش الاول. حلو. تسمع وتقوم مغطي الشاشه كانك بتسمع فقط. تمام. وتبدا تكتب معاك نوتة كده او كشكول، تبدا انت تكتب مره واثنين وثلاثه واربعه، وتعيد تاني مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما توصل لاقل عدد مفقود من الكلمات. انت وهو بيقرا انت كمل زي ما انت ماشي، مفيش اي مشكله، كمل اقرا كمل معاه. وقفت عند حته سيبها كمل تاني مره، تعيد مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما توصل لاقل عدد مفقود من من الفراغات اللي موجوده دي. تمام جدا. بعد ما خلاص توصل عدد مفقود تبقى فاتح بقى وتبدا انت تقرا وتشوف الكلمات اللي مش موجوده، او تشوف الكلمات بقى الجديده، في حاجه معناها جديده عليك، في اكسبريشن جديد عليك، في سنتنس جديد عليك، تبدا انت تسجلها في حاجه اسمها اون ديكشنري، بيبقى في نفس الكشكول، تكتب كلمه على جنب كده اسم الكشكول اون ديكشنري. اون ديكشنري ده القاموس الخاص بي انا، القاموس الخاص بي انا شخصيا مش القاموس التاني. طب ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني بعد كده ان انا بعمل ايه؟ بتذكر الكلمات. يعني الكلمه دي لو جت قدامي بعد كده ان انا احولها من الشورت تيرم ميموري لللونج تيرم ميموري، اللي هو انا عندنا حاجه اسمها ذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. ذاكره قصيره المدى دي ان هو الكلمه شفتها دلوقتي فخلاص انا ممكن افتكرها بعد دقيقه دقيقتين 5 دقايق، هتيجي بكره مش هفتكرها طبعا. طيب عشان خاطر احولها لده او حاططها في الايه، او حاططها في الاون ديكشنري. خلاص انا الدنيا بقت معايا كويسه، ابدا ان انا ابدا ان انا اسجل بصوتي بقى، ابدا افتح ريكورد كده وابدا اسجل بصوتي. طبعا الموضوع في الاول يبقى صعب. طب انا ليه بقول لك سجل بصوتك؟ لان انت وانت بتقرا كده وبتسمع وبتقرا وراه بصوتك بتحس ان صوتك جامد جدا. انت ما فيش منك اتنين، زي كده كانك وانت بتعمل ريكورد على الواتساب وتيجي تسمع صوتك بعد ما تخلص الريكورد، ايه ده؟ لا اله الا الله، مين ده؟ وهكذا. مش ده خالص. فهذا الامر يعني في كل زي ما كانك بس بتقرا قران، او الجماعه اللي بيغنوا، في واحد بيقعد يغني هو صوته اصلا يجيب الفران، يعني انت بتلاقي الضفادع كده طالعه من الجنب وهكذا. بتعيد سمعه تاني لودنك مش مستصاغ اصلا، مش مستصاغ. فانا عشان كده بقول لك سجل ريكورد، عشان لما تسجل الريكورد تبدا ان انت تبدا تحاول بقى تقارن التسجيل بتاعك بالتسجيل الاصلي. والله انا في حته فلانيه قنطتها كده وانا طلعها كده، ابدا ان انا اعمل ايه؟ ابدا ان انا اشوف بقى اصل الكلام ده جاي منين، اخش ابحث على ديكشنري، اخش ابحث على موقع اسمه يوجلش. يوجلش ده بخش احط اي كلمه بيجيب لك حوالي 3000 او 5000 مقطع تسمع فيهم الكلمه دي، وهكذا على حسب بقى انت محتاج بريتش ولا امريكان وهكذا. خلاص انا كده حددت مستوايا، حددت انا عاوز اعمل ايه، بدات ان انا زي ما قلت كمبتدئ حددت انا كورس ابراهيم عادل. حددت انا محتاج اصلا اخش مجال ايه او انا اتعلم انجليزي ايه. مستوى مبتدئ ببدا بمستر ابراهيم عادل. بعد كده ببدا لو انا مستوى تحت المتوسط او فوق المتوسط ببدا اشتغل بالطريقه اللي قلت عليها دي. اشوف مستوايا واحدد بقى اجيب المقاطع على حسب المستوى بتاعي، وابدا ان انا اكمل بقى. حلو. اسمع مره 2 3 4 اكتب وراه، احاول ان انا اقرا، وبعد كده انا اسجل ريكورد نفسه واتكلم. طيب خلاص بقى دي عايز اعمل كونفرسيشن، اعمل ايه بالظبط؟ في موقع اسمه ESL ده موقع موجود على جوجل عادي. بتخش بقى فيه حوالي 100 توبيك كونفرسيشن، وكل توبيك فيه حوالي 1000 سؤال. فتفتح الاسئله وتحاول انت يعني تقرا السؤال وتجاوب انت بنفسك بقى، تقارن نفسك. يعني ممكن تسجل نفسك فيديو، ممكن تسجل ريكورد برضه، ما فيش اي مشكله خالص. ممكن افتح موضوع مع فريندز عادي، ممكن افتح موضوع مع حد صديق، مش اي مشكله خالص. ممكن اخش على موقع اسمه Free for Talk. الحاجات دي حد الموقع بيراجعها له وبيعلمني الاخطاء ولا انت لا هو ده كونفرسيشن. انا عشان خاطر اعمل كونفرسيشن بعمل ايه؟ بفتح التوبيك، عاوز توبكس اتكلم فيها. تمام. عاوز توبكس اتكلم فيها، الموقع ده بيتيح لي التوبكس دي. ابدا انا اشوفها مره واثنين وثلاثه واربعه، اشوف التوبيك اللي انا عاوز اتكلم فيه او اي توبيك، وافتح هتلاقي فيه اسئله كتيره جدا. ابدا افتح اي سؤال وجاوب بقى فيه، جاوب عليه كانك بتتحدث مع حد يعني. تخش موقع زي ما قلت فيه Free for Talk ده موقع اجنبي. بيبقى فيه رومز كده، ممكن تخش عليه تفتح اي روم هتلاقي ناس نيتيف سبيكرز موجودين يتكلموا، تبدا انت تتكلم معاهم مفيش اي مشكله. ده كل ده في فري، اي حاجه قلتها النهارده في فري. تمام. مفيش اي مشكله. انجلش سكوير ده لو الموقع ده بيبقى فيه تابس على الكونفرسيشن برضه، فممكن تقدر تعمل فيها، مفيش اي مشكله خالص. وانا ارجح فكره الفريندز، انا معايا اصحاب صديق ليا فمفيش عادي، مفيش اي مشكله ان انا اتكلم معاه، يعني افتح اي توبيك معين واتكلم معاه. طيب انا عاوز بقى استرسل الافكار من دماغي. يعني انا دلوقتي حد يقول لك ايه، طب انا شفت الاسئله، فبالطبيعي جدا ان انا لما اشوف الاسئله احاول ان انا افكر في الكلام. طب انا لما حد اتكلم مع حد جديد، هل السؤال او ان انا هبقى متوقع اتكلم في ايه؟ لا طبعا. طيب انا اعمل ده ازاي؟ او ان انا عشان خاطر استرسل افكار واقدر اتكلم في اي حاجه،
بكون قاعد كده في امان الله، اي ورقه قدامي او ورقه اي موضوع يجي قدامي دلوقتي اقوم ابدا اتكلم فيه. حلو. ايا كان الموضوع ده ايه، ايا كان الفكره اللي جت في دماغي دي ايه، بتكلم بيه بالانجليزي على طول. بتكلم بيه في الانجليزي. طيب هل انا اقدر معايا المصطلحات كلها؟ مش معايا المصطلحات كلها، ما فيش اي مشكله خالص. انا بس عايز اتكلم عن الترافل مثلا، انا عايز اسافر، تمام اوكي، I want to travel because I want blah 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 وخلاص كلمه السفر وقفت قدامي، والسفر عادي هم كاتبها بالعربي. حلو. ما فيش اي مشكله خالص. طب ده يساعدني في ايه؟ يساعدني ان انا المصطلح الفلاني في الوقت اللي انا اتكلمت فيه ما كانش حاضر في دماغي او مش موجود، او انا مش عارف المصطلح ده، فخلاص ضفت لدماغي ايه؟ ضفت لدماغي كلمات جديده، وضفت اكسبريشنز جديده وفوكابس جديد. انا بشوف دايما مقالات كتير بتتكلم في حته الانجليش بالذات، يقول لك مثلا ما تحفظش كلمات، احفظ جمل كامله. جمل، نعم. هذا لان الكلمه ممكن يكون لها كذا معنى في كذا وقت يعني. يعني ممكن كلمه بوك مثلا، كلمه بوك معناها ايه؟ كتاب. غلط. في حاجات تانية كتير خطا. لما تسال حد متخصص تقول له كلمه بوك معناها كل كلمه بوك ايه، المفروض نقول لك في انهي جمله. الكونتكست بتاع ده ايه. يعني تيجي بمعنى يحجز، تيجي بمعنى كتاب، وهكذا. كلمه يموت لها حوالي 80 معنى، pass away وضاي وحاجات كتيره جدا يعني. فهذا هو. فانت لما تيجي بتحفظ حاجه بتحفظها كاكسبريشن، ده بيبدا يظبط عندك الجرامر، ان الجرامر بتاعي يبقى كويس، وان انا حافظ الكلمه بالاكسبريشن بتاعها، وان هي جت في الموقع ده والسنتنس دي، وفي نفس الوقت ما احفظش الورد از ان انديفيدوال وورد. حلو. عشان ما تعمليش مشكله بعد كده. تمام. بس حلقتنا برعاية جروث جيت، واللي بتعلن عن أول إيفنت ليها يوم الجمعة 23/8 في قاعة الحفلات بالمركز التعليمي المدني بالزمالك. ما تنساش بقى تحجز التيكت، واللي بالمناسبة هي فور فري. عظيم جدا كده. ده للناس اللي هي فوق المتوسط. ده خلاص، ده الناس فوق المتوسط، والكامل بعد كده عادي. طبعا بودكاستس بقى، يعني اسمع بودكاستس بالانجلش كتير. في عندك بودكاست اسمه All Ears in English، في بودكاست 5 minutes English، بودكاست BBC Learning English. يعني في بودكاستس كتيرة جدا موجودة على جوجل بودكاست. جوجل بودكاست اتقفل في شهر، هو كانوا منزلين هو اتقفل تقريبا 21/6. مش عارف، هو كان مبعوت لي ايميل عن انه يخلص في 8، فمش عارف بقى ايه النظام. مش مشكله. اي في جوجل، في سبوتيفاي بالظبط. في حاجات كتير جدا على البودكاست. المهم انت تسمع بودكاست انجلش، حاول تخليه في ودنك على طول، يعني ما فيش اي مشكله. فاحنا كده لو لخصنا فكره الليرنينج اصلا، اولا كده لخصنا الحوار دي، هنقول ان احنا عشان خاطر اتعلم محتاج ان انا اعرف مستوى ايه. حلو. بعد كده بحدد الهدف بتاعي من التعلم ايه. بعد كده بحط بلان الخطه بتاعتي اللي انا همشي عليها. تمام. طيب بقى اخش بقى على المهارات. عندي 4 مهارات. مهارة الرايتنج، مهارة الليسننج، مهارة السبيكينج، مهارة الريدنج. ال4 مهارات الموجودين. ببدأ ان انا اشوف عشان خاطر انا عاوز اتعلم الحاجة دي ليه، بفوكس على المهارات دي. انا عشان اشتغل كول سنتر مثلا محتاج ان انا افوكس على الليسننج والسبيكينج. عشان اشتغل مترجم محتاج ان انا افوكس على الريدنج والرايتنج، وهكذا. عشان خاطر اشتغل انستراكتور محتاج ان انا افوكس على 4. مستوى مبتدئ قلنا نبدا من مستر ابراهيم عادل، دي امريكان انجلش، مش اي مشكله. اتكلمنا في المصادر بشكل مخصص. تمام. وبعد كده اقوم داخل على داخل على المستوى اللي هو في المتوسط. اخش على يوتيوب ريدنج براكتس فور كذا، والبيجنر او انترميديت على حسب مستوايا. اشوف القطع، ابدا اسمع مره و2 3 4، اكتب وراه لحد ما اوصل على العدد المفقود من الكلمات، اسجل نفس ريكورد، وابدا ان انا اكمل. مفيش اي مشكله خالص. عاوز اعمل كونفرسيشن، قلنا نخش على موقع اسمه ESL. هو ESL بس. هتخش تفتح توبكس، كذا توبكس موجوده، كذا توبك موجود، تبدا تخش على توبك انت محتاج تتكلم فيه. هتلاقي موجود اسئله كتير جدا تبدا تتكلم فيها. قلنا ان احنا ممكن ناخد تبس ثانيه، انا اتكلم مع حد صديقي. قلنا نخش على موقع اسمه Free for Talk، هتلاقي رومز موجوده، تبدا ان انت تخش روم وتبحث عنها، مفيش اي مشكله. عاوز استرسل افكار وعاوز اتكلم في اي وقت زي ما قلت، عشان خاطر استرسل افكار، وان انا لما حد يفتح معايا توبك واقدر اتكلم فيه، هيجيب ورقه فاضيه، اي حاجه تيجي في دماغي في نفس الوقت ابدا اتكلم فيها. اكمل زي ما انا، لو حاجه وقفت قدامي بالعربي اكتبها بالعربي، وابدا انا اشوف الورد. حاجه معايا اسمها اون ديكشنري. اللي هو القاموس الخاص بيا، اسجل في الاكسبريشن والكلمات الجديده وهكذا. عظيم جدا. الكلام حلو. تمام. يعني انا هعمل كل الكلام الجميل ده. بس انا قعدت شهر ما لقيتش نتيجه مرضيه. مش هقول لك ما فيش نتيجه، طبعا مفيش حاجه اسمها ما فيش نتيجه طول ما انت بتسعى، بس مش مرضيه. واحبط. الحاجه دي هتتغلب عليها ازاي؟ بص، هو انا اصلا عشان خاطر اعمل، او عشان خاطر ان انا ابدا اتعلم في الحاجه، بحط سيت اب البلان. البلان دي بتبقى مناسبه لي انا شخصيا. حلو. مش بحط هارد بلان، بحط سوفت بلان. تمام. اللي هي الايه، مهاره كده، او خطه صغيره بسيطه، اللي هي سمارت عموما. بالظبط. اللي هو ايه، ما عشان خاطر مثلا اذاكر انجليزي، فممكن احدد ساعه وساعه ونص في اليوم. مش لازم ان انا اذاكر كل يوم 3-4 ساعات.
هو ساعه وساعه ونص في اليوم بس ابدا ان انا استمر عليها. عظيم جدا. فكره بقى الاحباط وفكره اصلا عند فقد الشغف، اصلا فكره انا بصراحه مش مقتنع بده اطلاقا يعني. انا مقتنع بفكره ان انا ممكن اتعب طبيعي اتعب بس باخد بريك يوم وارجع. مش اللي هو انا مثلا اخد بريك 5 ايام واللي هو هترجع تروح واللي هو انا مش قادر واصلا عندي احباط، اصلا انا فقد الشغف. فقد الشغف مين؟ انت اشتغلت يا دوب شهر. يعني فكره ان ده اللي هو ايه السهوله بقى، الموضوع بقى سهل جدا جدا ان كل واحد يقول لك انا فاقد الشغف، انا مش قادر، انا مش عارف، انا مش عارف. طب انت اشتغلت قد ايه عشان تقول انا مش قادر؟ حلو. يعني انت اشتغلت على نفسك قد ايه؟ هل الساعه اللي في اليوم دي ولا ساعتين ولا 3؟ انت معاك 24 ساعه في اليوم. هل الساعه ولا الساعتين ولا 3 ساعات في اليوم اللي انت اشتغلت على نفسك فيهم دولت هم اللي هيوقفوا لك الدنيا؟ واللي هو انا اشتغلت على نفسي الشهر اقول والله يا جماعه انا فاقد الشغف، ما فيش اي مشكله. انت حسيت باحباط، حسيت بمعنى خد بريك. بس البريك ده ما يطولش برضه. يعني بريك مثلا لو انا هشتغل شهر، انا اقصى حاجه بريك ممكن اخد يومين زي الفل، عسل قوي. غير اجازه العيد. غير اجازه العيد. غير اجازه العيد دي بقى كانت اسبوع عليك نور. فده كويس جدا. يعني انا بشتغل، انا مثلا في شغلي انا بخلي عندي يومين ثابتين اجازه في الاسبوع. يعني بشتغل 5 ايام وعندي يومين اجازه. طيب انا اليومين اجازه عشان خاطر عارف ان انا ببدا شغل من 12 الصبح بخلص شغل الفجر. ببدا شغل 12 الظهر بخلص شغل الفجر. فبضغط نفسي جدا في ال5 ايام، بس وقت الراحه بتاعتي ما بيجيش عليه. عارف ان انا عندي يومين. حاجه بعد اليومين بقى اقول والله انا مش قادر، لا انا بقى انا كده ايه، بقى انا كده بستعبط. فانا بحدد لنفسي انا ايه المناسب معايا وابدا ان انا اشتغل. في حد يقول لك لا يومين كتير اجازه في الاسبوع، يعني لو انا اشتغل 22 ساعه في الاسبوع في الشهر، 22 يوم في الشهر، فمعايا 8 ايام اجازه يقول لك كتير، حوالي ثلث الشهر. لا ما اصل انا عارف ظروفي، عارف ان انا الثلث ده انا بضغط فيه جدا. فال10 ايام دولت او 8 ايام دولت يكونوا مناسبين ليا ومناسبين ايه ان انا اقدر اوزع الجهد بتاعي. فده ببدا اظبط الجهد بتاعي على اساس المناسب ليا انا شخصيا، ما اسمعش لحد. يعني انا قلت لك ايه احسن وقت مذاكره الصبح. هل احسن وقت مذاكره الصبح؟ الله اعلم. بالنسبه لي انا مش احسن وقت مذاكره الصبح. انا ممكن اكون شخص ايه بحب ان انا اذاكر بالليل، بركز بالليل، انا بصحى الصبح ممكن انام. طيب هل ابدا امشي على كل واحد بقى واطبق كل حاجه حد قالها عليا انا شخصيا؟ لا. انا بشوف السيناريوهات البلانس بتاعت الناس واشوف ايه المناسب معايا وابدا ان انا اطبقه. حلو. مفيش اي مشكله اطلاقا. بس فالاحباط والشغف بقى وان انا فاقد الشغف وان انا حاسس ان انا الموضوع بالنسبه لي صعب، ده كله كلام ايه لا يمد اللي عنده عزيمه فعلا بصله. هتلاقي ناس بتصحى الصبح ما فيش اي مشكله وبتكمل، والموضوع بالنسبه لها عندها فقدان شغف عادي، ياخد بريك ويرجع عادي، ويحبط ويرجع عادي، يفشل ويرجع عادي، وهكذا. انما ان انا حاطط نفسي في الاسطوانه دي ما هو الا تعليق على شماعه. انا بعلق الموضوع على شماعه. حلو. ده طبيعي. احنا اتكلمنا للناس اللي هي بره لغات مترجمه. انا واحد في لغات مترجمه بقى. تمام. والكليه مش عارف برضو انت رايك ايه في الكليه. مش هسالك في السؤال ده عشان ما نسيرش الجدل بشكل كبير. لا عادي. الكليه مهمه ولا مش مهمه؟ احضر ولا ما احضرش؟ اخد كورسات معاه ولا ما اخدش؟ الحته ديت بتبقى مش احسن حاجه الصراحه. فلو انت عايز تتكلم فيها اتكلم، بس انا مش حابب بصراحه يعني نصير جدل بشكل كبير فيها، او حتى ممكن اتكلم فيها عادي مفيش مشكله يعني. طيب بص، خلينا نقسم الكليه او الكليات عموما لاجزاء. عندنا اول جزء الكليات العمليه بشكل كبير زي الطب، هندسه، صيدله، العلوم، الحاجات دي. الكليات دي مهمه جدا. يعني ما تقوليش مثلا ان انا عشان خاطر اقدر اشتغل بره من غير شهاده طب معتمده وان انا اكون ايه الدرجه بتاعتي كويسه. الموضوع صعب. الهندسه نفس الموضوع، حتى لو انت بتدرس حاجات في الكليه قليله بس برضه ايه الكليات العمليه بيبقى الموضوع فيها بالنسبه الموضوع فيها صعب شويه. السكاشن اللي بتحضرها، الحاجات اللي بتعملها بايدك، كل ده حاجات ايه، كل الحاجات دي بتساعدك بشكل كبير جدا في الباك جراوند بتاعك. تمام. طيب الكليات النظريه زي مثلا لغات ترجمه، زي كليات اداب، زي كليات تربيه، وهكذا. الامور دي كلها او الكليات دي كلها بتحتاج منك يعني ايه عارف بتشتغل على نفسك بشكل كبير. حلو. طيب انا عشان خاطر اشتغل على نفسي بشكل كبير في الكليه، او ان انا ابدا افوكس هنا وافوكس هنا وامشي في التراكين بنفس الطريقه، الموضوع هيبقى صعب جدا. اكيد هيبقى صعب جدا عليك. فانت بتختار بقى. هل لو انا عاوز مثلا ابقى معيد او عاوز اتعين في حته معينه محتاجه من ديجري معين، مفيش اي مشكله خالص ان انا ايه ان انا ادوس واجيب امتياز، مثلا امتياز مع مكتبه الشرف، اطلع الاول على الدفعه لو انا محتاج ان انا اتعين معيد، ومحتاج ان انا ايه اخد منحه معينه، المنحه دي طالبه مني تقدير معين. غير كده مفيش اي مشكله اطلاقا. يعني كله بره متساوي. لو انا جيت قلت لخالد النهارده جايب امتياز، احنا انا وهو شغالين في نفس المكان.
واحد جايب مقبول، زي واحد جايب امتياز، زي واحد جايب جيد، زي واحد جايب جيد جدا. كل واحد في سوق العمل اللي بيفرق منك مهاراتك. لان الناس دلوقتي بقت احسن. يعني او تيجي واحد يقول لك انا معايا 50,000 شهاده معتمده، واحد تاني يقول لك انا مش معايا حاجه. فانا بجيبه في الانترفيو بعمل ايه؟ بشوف ده من المهارات بتاعته المثقله اكتر، ومن طبعا لو معايا حد معاه شهادات كويسه ومعاه سكيلز كويسه اكيد طبعا اختار اللي معاه السكيلات والشهادات. بس تلاقيه بيبقى قليل شويه. بقى فكره ان هو بيخش على نظام ايه التعليم. طبعا في فرق كبير جدا، بين التعليم والتعلم. طبعا التعليم ده انا حد بيحط لي طريق معين امشي عليه، كل الناس ماشيه عليه، ما بيفرقش بين القدرات، ما بيفرقش بين المستويات، ما بيفرقش بين ثقافات، ما بيفرقش بين بيئه. كل ده الناس ماشيه عليه. فكره التعلم ده بتبقى محدده لشخص معين كخالد مثلا، عبد الله، هكذا. ابدا ان انا احدد انا مستواي كذا، طريقه التفكير بتاعتي كذا، مهتم بكذا، البيئه اللي انا خارج منها كذا، وبتبدا ان انت ايه تحط الباث بتاعك، فبالتالي بتوصل اسرع وتوصل لحته كويسه جدا. حلوه. انا متفق معاك جدا في حته ان انت لازم تكون بتتعلم. يعني لازم تطلع بره حته ان انت بتتعلم في الجامعه يعني ايه تعتمد على نفسك اكتر. انا ماليش دعوه فكره تتعلم في الجامعه، تتعلم في البيت، تتعلم في الشارع. المهم ان انت فكره التعلم نفسه، انت بتتعلم. يعني هل يعني عشان اكون واضح برضو، يعني الدكتور ايمن عبد العزيز لو تعرفه اتكلم في الحته دي بشكل مفصل شويه، في حته اللي هو يا جماعه ما فيش منح بره لما تكون جايب تقدير، ولازم يكون تقديرك فوق الجيد جدا. يعني يا اما جيد جدا يا اما امتياز، يا اما هتضيع عليك المنح الخارجيه. طب انت حاسس قلت لك ايه في الاول؟ قلت لك ايه؟ قلت لك بتحدد عاوز ايه من الجامعه. ما هو انا محتاج اطلع ادرس بره. انا محتاج ماشي خلاص، يبقى انت الجامعه بالنسبه لك مهمه تقدر تجيب فيها تقدير. حلو. ما انا قلت لك لو انت محتاج تتعين معيد، محتاج تدرس بره، تاخد منحه، فانا محتاج التقدير بشكل كبير جدا، فابدا ان انا اشتغل على التقدير. مفيش اي مشكله. طبعا ده هيزود عندك الافورت، يمكن يخليك اقل في سوق العمل شويه من الناس اللي بره، في سوق الشغل بره من الناس اللي بره. يعني مثلا اكيد انا لو هحتاج وقت انا كعبد الله كنت بذاكر في المواصلات وانا ماشي على الامتحانات. انا كنت بخلص شغلي في امريكا الساعه 4، كان بيبقى عندي امتحان الساعه 10 او كان في اوقات بيبقى الساعه 10 بس 12 الظهر او 1 مش فاكر والله. كنت بنام، اخلص شغل، انام ساعتين 3 واصحى بقى اما اذاكر ساعه في البيت مثلا، وبقى اكمله في المواصلات. محدش يسمع الكلام ده يا جماعه. الراجل ده كان واخد كارير تاني خالص. يعني انا بالنسبه لي طبعا ما بنصحش ناس كده. طبعا ما اقولكش مثلا ان انت عشان خاطر تصحى الصبح انت قلت كل حد حر في حياته، كل واحد حر في حياته. انا شايف ان انا لا يعني انا في ثالثه جامعه الدكتور كان بيجيب ند محاضرات الناس في الكليه عندي في فرقتي. حلو. فكتب هل انا اشطر واحد في الدفعه؟ مش اشطر واحد في الدفعه. طب انا اختار واحد بيجيب تقدير؟ لا مش اختار واحد بيجيب تقدير، بس انا اختار اشطر واحد في الدفعه في حاجه تانية خالص. يعني حاجه مالهاش دعوه اصلا بالدنيا دي، ان انا اقدر اتكلم وان انا اقدر اشتغل، والحمد لله شغال من تانية جامعه، ما فيش اي مشكله اطلاقا بالنسبه لي بالمجال بتاعي، ودي بتبقى صعبه شويه ودخل فلوس كويسه من تانية جامعه وهكذا. زي ما بقول لك في ثالثه جامعه ورابعه جامعه كان الدكتور كان بيبعت لي، ما كنتش بحضر المحاضره، مش بحضر المحاضره بتاع الفرقه بتاعتي، كنت باجي اقدم محاضره. يعني الدكتور كان تعالى قدم محاضره، طب احضر خش عبد الله بقى احضر بقى معانا بقى، انت جيت؟ لا خلاص انا اتكل على الله. مش بحضر. انا كنت رحت 4 سنين، رحت بين حوالي 5 ايام اصلا في الكليه. طيب هل ده مثلا حاجه بالنسبه لي انا بقول لك ده صح وينطبق على كل الناس؟ لا. هل ده صح وينطبق عليا؟ هو صح وينطبق عليا وانا مش ندمان على ده والدنيا زي الفل معايا. بس خليني اسالك بشكل مخصص شويه في حته اللغات والترجمه نفسها. يعني المحتوى اللي انتوا بتاخدوه في لغات وترجمه مختلف عن الانجليزي؟ مش مختلف عن الانجليزي. بص اي مجال، يعني فكره التكنيكال قوي، الحاجه الاكاديميه قوي، ان انا بدرس حاجه اكاديميه. فالحاجه الاكاديميه دي جزء منها بسيط جدا هينفعني. لو انا هقعد اذاكر الكتاب اللي انا بقعد ادرسه طول السنه ده وخدته معايا قعدت عليه بالظبط شهر، هخلصه طبعا. حطيت له ساعه واحده في اليوم اخلص الكتاب اللي الدكتور عمال يهري فيه ده، عمال يقول لك اعمل ودي وسوي واعمل ودي وسوي وضغط بقى واصحى الصبح بدري وروح ساعتين عشان خاطر اخد صفحتين. طب ما انا لو ركزت بشكل كويس عليه الموضوع يبقى بالنسبه لي كويس. وفكره برضو ان انا ان المرغوب ممنوع زي ما بيقولوا. شفت بقول لك ان انا بذاكر عشان خاطر الامتحانات. طب ما انا بذاكر عشان خاطر الامتحان، ما انا مش هستفاد. انما انا بذاكر عشان خاطر انا عاوز اذاكر، عشان خاطر ان انا عاوز فعلا استفاد من المجال ده. واغلب الناس يعني العقليه دي في مصر صعبه جدا، انت تقول لحد مثلا ذاكر المواد الكليه عشان خاطر انت عاوز تذاكر المواد الكليه. يعني مش هنضحك على بعض، بيبقى صعب. انت بتبقى داخل على دماغك عارف اللي هو رابط على رقبتك 100 حبل،
انت قاعد بتذاكر الماده دي وصعبان بقى عليك نفسك واللي هو انا بعمل ده كله ليه وهكذا. طب انت لو بتذاكر الحاجه دي عشان خاطر انت عايز تذاكرها، لا بيبقى الموضوع منفتح وبتستفاد منه اكتر كتير جدا. عشان كده بقول انت تختصر. انا لو انا حاسس ان الكليه بالنسبه لي مش مهمه قوي، تمام، ما حدش يقدر يلومك في ده، بس ما اطلعش بره بقى وايه واقعد في البيت بقى اللي هو يا جماعه انا الكليه بالنسبه لي مش مهمه، اصلا والله داخل كليه تعبانه واصلا مالهاش لازمه لا، انت يبقى انت كده بتصعب نفسك. يبقى انت كده بتريح دماغك وعاوز تخش في مجال الانتخه واللي هو ايه تريح دماغك. لا، انا اخترت قرار معين اكون قد القرار ده. اخترت القرار ان انا ادوس في الكليه، ابقى اكون قد قرار ان انا ادوس في الكليه واجتهد في الكليه واجيب اقصى ما عندي. اخترت قرار ان انا اكون بره، مفيش اي مشكله خالص، انت تذاكر بره وتبقى كويس بره وتظبط الكارير بتاعك بره، مفيش اي مشكله. مع طبعا ان انت مش تموت برضه يعني قوي. يعني انا جايب جيد جدا، يعني خريج جيد جدا برضه في الاخر اصلا يعني كل ده جيد جدا. فاللي هو بقى ايه برضه، يعني انت مش اللي هو تموت يعني. مش انا اخش الكليه ايه خلاص بقى اللي هو ميح خالص اجيب مقبول بقى وافضل قاعد بقى عيد بقى 3 4 سنين. لا، انا خارج مع دفعتي وجايب جيد جدا الحمد لله يعني. ما فيش اي مشكله اطلاقا يعني. اي نعم جه عليا سنه كده كنت هشيل فيها، بس كان بسبب الدكتور والله. كان طحنا يعني. قال لنا ايه والله وتالله وبالله لن وقفت على نصف درجه لن اعطيها لك ان شاء الله. قلت له حاضر. واللغه العربيه الفصحى والله وتالله وبالله لو وقفت على نصف درجه لن اعطيها لك. العلم تاتون اليه. وكان ساعتها جو مطره مش عارف ايه، ولا كل الدفعه لازم تحضر. طب يا دكتور هنيجي ازاي؟ قال لك العلم تاتون اليه ولو حبوا والله وقعد بقى ايه يصوت. انا ساعتها جبت فيها مقبول ساعتها الحمد لله. بص ايده وشه وضهر الحمد لله. كانت تربع الدفعه كانت شايله الحمد لله. بص ايده وشه وضهر الحمد لله ان انا عديت. فدي كانت اكبر عقبه. انا كنت خايف جدا يعني. انا من النوع اللي هو برضه ايه، حتى انا مش بذاكر قوي في الجامعه، بس برضه كنت محتاج يعني كنت عاوز ان انا الموضوع يبقى بالنسبه لي كويس. الناس اللي كانت في علمي لو جيت تشوفها هتلاقيها في الكليه ممكن ما تكونش تذاكر، بس لو جابت تقدير مش على هواها بتزعل يعني. طب انت ما ذاكرتش يا حبيبي انت. بالظبط انا بتكلم في كده. انا لو جبت مقبول انا عادي، كان عادي محور بالنسبه لي بقى. بس انا كنت برضه بلعب على ايه، انا كنت بعمل حاجه مهمه جدا، كنت بعمل حاجه كويسه جدا. كنت بعمل ايه بقى؟ كنت اشوف الماده بتتكلم عن ايه. الماده مثلا بتتكلم عن فلسفه مثلا. ده طبعا ازاي تجيب جيد جدا من غير ما تروح الكليه. من غير روت من غير ما تروح الكليه. طيب انا الدنيا زي الفل. وطبعا على فكره جايب جيد جدا من ايه؟ انا مش باخد ولا درجه اعمال سنه كمان يعني. انا اصلا ولا درجه اعمال سنه، فانا اعتبر جيد جدا دي جايبها من الورقه. فالحمد لله يعني. طيب هل ده ممكن ينطبق على كل الناس؟ اقول لك لا اكيد. انا كان يعني انا عندي برضه ايه فكره يعني، يمكن مش عارف هي موهبه ولا حاجه. انا متوقع الاسئله من زمان. انا فاكر امتحان الصرف في ثالثه ثانوي. امتحان الصرف انا توقعته بالحرف ان شاء الله. اقسم بالله العظيم انا فاكر. انا دخلت على موقع ساعتها موقع الازهر، نزلت امتحان وحلينا انا واصحابي بالليل، دخلنا الصبح هنا في نفس اللجنه. طبيعي كنت بخش في الجامعه اقوم جايب لهم اسئله اقول لهم يا جماعه السؤال ده جاي والسؤال ده جاي والسؤال ده نخش نلاقيهم بالظبط. اللهم زميل دراسه زي عبد الله رمضان. والله فرنساوي انا جايب في ال4 سنين امتياز. والله ما اعرف في حرف ولا اعرف الحرف. كنت بقى الدكتور كان يدينا المذكره نذاكر منها، كنت اقعد احدد مواطن اسئله كده، كنت اخش الاقيهم بالحرف جوه ابقى حافظهم. وده اللي يدل على فشل المظبوط عليه. بالظبط. ده اكيد. لو انا جبت الامتحان اشتري مذكره ب50 و100 جنيه بالظبط. فده والله فده ايه ممكن يكون موهبه شويه. انا كنت بعمل كده، كنت مثلا متوقع وبراهن بقى اللي هو ايه راحت يا صابت يا خابت، اللي هو ايه نو ريسك نو فن. بالظبط. فكنت ممكن اجيب الماده ده كان انا بقى بصراحه بنصح بالناس انت تجيب الماده. انا حاسس ان انا الموضوع كبير جدا عليا او ماسك الموضوع، حاسس ان الكلام لعب في الكتاب وانا مش قادر والموضوع صعب. بقى دخل عم سيرش على جوجل زي الفل او قارئ عن المقال عن الحاجه دي معينه دي، اكون عندي فكره عامه عنها، ابدا اعبر بدماغي بقى في الامتحان. ده اللي هو اقل قليل بقى. لو انا حاسس ان انا الموضوع بالنسبه لي مش قادر فده اقل قليل. عظيم جدا. بس طيب انا عايز ابقى زي عبد الله رمضان وانا في كليه لغات وترجمه. اديني كده شويه نصايح. انا اصحابي في لغات وترجمه تمام وتايهين السير، بياخدوا كورسات وبيرفكت مش هقول لك يعني ناس جامده جدا في حته الانجليش والحته دي والجرامر بقى والليسننج والحاجات دي كلها، بس هم فعلا مش قادرين يخشوا سوق العمل. الحاجه دي اعملها ازاي؟ بص اولا في عندنا حاجه مهمه جدا الايام دي،
هي الستودنت اكتيفيتيز. التيمات التطوعيه، التيمات التطوعيه مهمه جدا، بس انا اختار برضه تيم تطوعي يكون كويس. يعني ما اروحش بقى ايه في حاجات بتحصل اليومين دول في التيمات التطوعيه صعبه جدا. يعني هو مش في حاجات، هو بقى كل الحاجات الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي. فانا فاكر ان انا كان في تيم معين بعيدا عن ذكر الاسماء يعني، كنت بتكلم على كتاب 5 languages of love، لغات الحب الخمسه. طبعا لغات الحب الخمسه انا معروف ان هو بين علاقه واحد وواحده، زوج وزوجه، حد كاتب مثلا. طبعا مع اختلاف ان انا فكره العلاقات بقى، وان انا مالناش دعوه انا مش هتكلم فيها انها محرمه وايه، انا مش هتكلم في الفكره دي خالص. يعني ده كده كل واحد عارف الصح من الغلط. انا بتكلم فكره ايه العلاقه الزوجيه. بقول لك ان انت واحد، انا كعبد الله ممكن واحد ايه يكون لغه الحب بتاعته ايه الهدايا، واحد لغه الحب بتاعته انت تسمع، واحد لغه الحب بتاعته انت تتكلم، واحد لغه الحب بتاعته انت تهتم بالتفاصيل، وهكذا. انا كنت بتكلم في الحته دي، لقيت واحده البريزيدنت دخلت، مستر حضرتك احنا في تيم محترم وانت دلوقتي في شباب واولاد موجودين. قلت لها اولا انا تحدثت في الامر ان هو بين الاصدقاء، بين الفريندز، يا بين اتنين متزوجين في علاقه شرعيه مظبوطه يعني. تمام؟ انت حضرتك بتتكلم عن ايه وانت جايباني على ايه اصلا؟ يعني انت عارفه محتوى الكتاب عن ايه؟ قالت لي لا مش عارفه. قلت لها خلاص ما تتكلميش في الحته دي. المهم قاعد بقى تقول لي مش عارف ايه واصل لا وعيب ومش عيب ومش هينفع ومش عارف ايه. طلعت لقيتها برضه، لقيت التيم كله اصلا مرتبط، كله مرتبط ببعضه، والدنيا خربانه وسايحه. وطلعت لقيتها قاعده يعني حبابه بيشربوا قهوه. الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي، وبدا ان هو يعمل ايرور. من وقتها بقى بدات ابحث الموضوع، لقيت الموضوع بقى صعب جدا. المهم في تيمات كويسه الا ما رحم ربي يعني بجد، وان انا لو داخل فعلا وهدفي حاجه معينه ابدا ان انا اخش فيها ما فيش اي مشكله. طيب عشان اروح اقول لحد انا عاوز اشتغل معاك في الاول كده وصل هيبقى وان انت تشتغل من غير، او ان انا عايز حد هيديك فلوس عشان خاطر انت اول مره تشتغل، يبقى صعب عليه شويه. طب انا ليه هجيب واحد يا عم عنده اكسبيرينس وخلاص وخبره، على الاقل هزود له شويه بس ايه ابقى ضامن النتائج على الاقل. اخش على الستودنت اكتيفيتيز، والله يا جماعه انا بعرف اعمل 1 2 3 4. انا حددت انا عاوز اعمل ايه، عاوز اشتغل في مجال ترجمه، ولا عاوز اشتغل في مجال التيتشنج، ولا عاوز اشتغل في مجال بره، ولا عاوز اشتغل في مجال التدقيق اللغوي، ولا عاوز اشتغل فوري، ولا عاوز اشتغل ايه، ولا براحتك شوف انت عاوز تشتغل ايه تبدا انت تحدده. فالاول انا عاوز احدد ده، عاوز اجرب في كل حاجه مفيش مشكله، تجرب في دي مثلا 6 شهور، تجرب في دي 6 شهور، تجرب في دي شهرين، يعني حسب ايه. بس لازم الكلام انت بتقوله وانت في الجامعه. لان الموضوع هو مش لازم بس ممكن اقول لك ان تاتي متاخرا خير من تاتي ابدا. فانا ممكن ما ادركتش، انا واحد مثلا بسمع الكلام ده وانا في رابعه جامعه، هم انتحر؟ لا اكيد لا طبعا. وداخل عندك جيش الكيكه تنتحر وحدك، بس مش مهم. المهم انت فكره ايه ان انت يعني ابدا ادرك الامر، او ما ادرك الامر ابدا اشتغل وقتي يعني. تمام. فانا عشان خاطر اعمل ده، طبعا كل ما تبدا بدري كل الموضوع بيبقى بالنسبه لك احسن. بس فتره الجامعه من الفترات المهمه جدا 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 في حياه اي حد، مهمه جدا لابعد الحدود. قد تكون يمكن الفتره الاهم في حياتك فتره الجامعه. انت بتبدا تبني فيها نفسك بشكل كبير، وعلى اساسه بتحدد ملامح مستقبلك بعد كده يعني. طبعا هو مش العامل الاساسي الوحيد، بس يعني احنا ايه في الحياه الواقعيه شويه. المهم احنا قلنا ايه، قلنا ان هو انت بتحدد انت عاوز تعمل ايه في تشوف اي مجال او اي فيلد انت عاوز تخش فيه، وتبدا تشتغل على اساس على ايه فيه. اخش ستودنت اكتيفيتي مثلا، والله يا جماعه قدموا ترجمه، طب انا ممكن اشتغل معاكم واتدرب في حاجه فلانيه مفيش اي مشكله خالص، تبدا انت تاخد الفيدباك. انا كنت بعمل كده، تخش على التيم والله يا جماعه انا بقدم بعرف اعمل 1 2 3، واكون بعرف اعمل 1 2 3، مش اللي هو انا بقى داخل ايه بخبط وخلاص. طبعا اتمرن على نفسي في البيت، افتح فيديو ابدا اتكلم قصادهم مفيش اي مشكله يعني. فتبدا تشتغل مع الناس. طبعا التيم هيقول لك ما فيش اي مشكله، حتى لو هتدرب اعضاء التيم تدرب ناس قليله، تجيب ناس اصحابك تدربهم ما فيش اي مشكله خالص، وتبدا تاخد الفيدباك منهم، تبدا تشتغل على الفيدباك، تروح تدهم تاني وتبدا تشتغل على الفيدباك، تبدا تشتغل الفيدباك، تروح لمكان مثلا بفلوس، والله يا جماعه والله انا بعرف اعمل 1 2 3 ودربت 1 2 3 والفيدباك كان 1 2 3 واشتغلت على 1 2 3. حلو. بيبدا ان هو ايه يعمل لك انترفيو، يعمل لك ديمو، ويبدا يشوف بقى عندك ايه الدنيا فعلا هل عندك كويسه ولا لا. فانت على اساس كده بتشوف حاجه في فري تشتغل عليها، تريننج مع نفسك في البيت برضو، تفتح فيديو تكلم نفسك. انا كنت فاكر ان انا كنت بفتح الفيديو في الاوضه اقعد اتكلم عادي. انا كنت مثلا بابليك سبيكينج كنتش عارف ابص في عين حد، كان صعب جدا بالنسبه لي. كنت ببدا اول ما ابص في الجبهه في البدايه في البدايه. بعد كده بقت ان انا اجيب في البيت ارسم عيون ناس في الاوضه واقعد ابص واقسم الستيج كاني ببص على الستيج، ابص الجزء الشمال الجزء اليمين وبعد كده الجزء في النص كأن في عيون الناس قدامي، ما فيش اي مشكله.
ما كنتش عارف اتكلم قدام حد. دلوقتي بتكلم ممكن 1000 واحد 2000 واحد، ما فيش اي مشكله اطلاقا يعني. هي بتيجي في طريقه ايه؟ بطريقه ممارسه. هو الموضوع صعب في الاول، صعب، بس محتاج ان انت تكون مثقل مهاراتك يعني. يعني مش اللي هو انا عاوز ايه اجري وخلاص، لا انت اثقل المهارات بتاعتك شويه كويس، تعلم كويس مظبوط. وقت ما تحس ان انت خلاص الى حد ما جاهز، مش جاهز بنسبه 100%، ابدا اعمل كده زي ما قلت لك. خش ستودنت اكتيفيتي، والله يا جماعه انا بعرف اعمل 1 2 3، اقدر انا اقدم معاكم سيشن مثلا. هتقول لك ماشي، مفيش اي مشكله يعني. تقدم وحاول تنقي الحاجات البسيطه الصغيره القليله، عشان خاطر ايه يعني، نقي تيمات لسه بادئه يعني، عشان يقدروا ان هم يقبلوك ايه كحد مبتدئ. وتبدا تدرس، وبعد كده بقى الفيدباك في فيدباك في فيدباك في فيدباك، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك كويس، تبدا انت تخش في مكانك، هتلاقي الدنيا معاك بس بتبدا تنجرف يعني. وهي في بوينت معينه كده بيحصل عندك، عارف اللي هو ايه، تخش في رسم بياني اللي هو مستوى كده ومستوى النجاح، بتيجي مره واحده بتنط. ده طبيعي، تتراكمات اللي هو انت ممكن تبذل مجهود بشكل كبير جدا في اوقات صغيره، وتبدا مره واحده تنط. حلو بس عظيم. الوقت سرقنا. والله. وحقيقي يعني ما حسيتش بالوقت خالص. ربنا يبارك فيك. الكلام انا مهتم بيه جدا والله يعني، ما شاء الله. يا رب اي حد يكون بيسمعنا يكون بيستفاد فعلا من البودكاست ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا على وقتك يا عبد الله. ربنا يبارك فيك يا صديقي، وان شاء الله باذن الله مزيد من النجاحات والتقدم. تسلم يا رب، واسمع عنك كل خير يا رب، اللهم امين. في النهايه، لو كنت بتشوف الحلقه دي على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. تقدر تحمل وتسمع البودكاست كمحتوى صوتي موجود على جوجل بودكاست وسبوتيفاي. انتظرونا في بودكاست جديده من بودكاست تأقلم. دمتم غير مشتتين. تأقلم.